مباراة ويلز والبرتغال كانت أيضا بين جاريث بيل وكريستيانو رونالدو اللذين حاول كل منهما إثبات وجوده في النهائي، ويبدو أن مناصري الريال مدريد اختلطت عندهم مشاعر المناصرة، وقد يكون من أسرار الفرحة عند هؤلاء أن أحد الاثنين سيكون في المشهد النهائي. من سيكون ممثلا لبلاده في الحلقة الأخيرة من اليورو؟ رونالدو أم بيل؟ قياس قوة الضغط على اللاعبين يلخصه حجم سماعات كل منهما. بدأ الدخول بسلام مدريدي ألغى الندية بين بيبي وبيل في حديث الغائب والحاضر. أما رونالدو فأراد المناصرون منه أن يكون خطه مستقيما نحو المرمى والنهائي. الرسالة وصلت لكريستيانو. بيل يريد أيضا أن يواصل اليورو الابتسام لمنتخبه. بدأت المباراة بالنسبة لرونالدو بالرقابة اللصيقة، والمضايقة لدى البرتغالي تستلزم صافرة الحكم في نظره، واستلزمت تسديدة بيل دقة أكبر للحسم. عاد الويلزي مكررا للمحاولة ومستعينا بسرعته، لكن مقاس حذائه كان أصغر من مقاييس التسجيل. فترة الراحة حانت كمساحة تفكير في الفعالية لكليهما، وبعدها بدا رونالدو مستوعبا للمهمة أو فاهما للقادم الذي لم يكن إلا ارتقاء برتغاليا نحو النهائي. الضمة ترفع المعنويات وقت انكسارها. ارتسمت على الويلزي ملامح الضياع، بل حتى على تسديداته الضائعة الهدف والمسار، في حين كانت مخلفات تسديدات رونالدو مشاريع أهداف حققت. وحالة بيل بعد الثنائية لخصتها هذه الصورة. رونالدو بدا متحررا ومصمما على تكسير عقدته مع المخالفات في اليورو، والمراد لم يكتمل كمراد بيل في رغبة المرور نحو التقليص وإصابة الشباك للرؤوس. رونالدو غادر متأهلا ومبتسما، وبيل التقط أنفاس التعب والحسرة. رونالدو وبيل افترقا في الطريق نحو النهائي، لكن قميص مدريد المشترك استلزم المواساة باسم التضامن. الرسالة وصلت لكريستيانو. بيل يريد أيضا أن يواصل اليورو الابتسام لمنتخبه. بدأت المباراة بالنسبة لرونالدو بالرقابة اللصيقة، والمضايقة لدى البرتغالي تستلزم صافرة الحكم في نظره، واستلزمت تسديدة بيل دقة أكبر للحسم. عاد الويلزي مكررا للمحاولة ومستعينا بسرعته، لكن مقاس حذائه كان أصغر من مقاييس التسجيل. فترة الراحة حانت كمساحة تفكير في الفعالية لكليهما، وبعدها بدا رونالدو مستوعبا للمهمة أو فاهما للقادم الذي لم يكن إلا ارتقاء برتغاليا نحو النهائي. الضمة ترفع المعنويات مثلا لبلاده في الحلقة الأخيرة من اليورو. رونالدو أم بيل؟ قياس قوة الضغط على اللاعبين يلخصه حجم سماعات كل منهما. بدأ الدخول بسلام مدريدي ألغى الندية بين بيبي وبيل في حديث الغائب والحاضر. أما رونالدو فأراد المناصرون منه أن يكون خطه مستقيما نحو المرمى والنهائي. مباراة ويلز والبرتغال كانت أيضا بين جاريث بيل وكريستيانو رونالدو اللذين حاول كل منهما إثبات وجوده في النهائي، ويبدو أن مناصري الريال مدريد اختلطت عندهم مشاعر المناصرة، وقد يكون من أسرار الفرحة عند هؤلاء أن أحد الاثنين سيكون في المشهد النهائي. من سيكون ممثل وقت انكسارها؟ ارتسمت على الويلزي ملامح الضياع، بل حتى على تسديداته الضائعة الهدف والمسار، في حين كانت مخلفات تسديدات رونالدو مشاريع أهداف حققت. وحالة بيل بعد الثنائية لخصتها هذه الصورة. رونالدو بدا متحررا ومصمما على تكسير